حبيبي وعزيزي برج القوس، وجمال وحلاوة برج القوس وطيبة قلب برج القوس، أطيب ناس في المجرة والمجرات اللي جنبينا. نقول بقى يا حلوين توقعات ونصايح وتحذيرات شهر إبريل الجميل، شهر نيسان. وطبعا احنا في رمضان، كل سنة وكلنا طيبين. بأمر الله يبقى الشهر ظريف ولطيف وخفيف عليكم، المهم تعملوا اللي عليكم وبأمر الله ربنا يكرمكم. طبعا خلينا نقول إن البداية ظريفة ولطيفة. أو النبي المشتري في برج الحمل والشمس في الحمل ليوم 19 عاملين حالة حلوة. الحمل برج ناري زيه زيكم، نار يا حبيبي نار، خلي عندك أمل. بيتكم الخامس العاطفة، قلوب كتير وحاجات بتطير. وجود المشتري كوكب الحظ والحب والمال والجمال، السعد الأكبر بجلالة قدره في برج الحمل في بيتكم الخامس. يعني الفرص العاطفية موجودة، الفرص العائلية موجودة، الفرص للمشاعر والأحاسيس، مع الحب الحتة الشمال، مع الأب والأم، مع الأبناء، مع الإخوة، مع الأصدقاء. فرصة لتطوير المشاعر، للسيطرة على المشاعر، فرص لارتباط، لإعجاب، لانجذاب، لجنس بين الأزواج، لاستمتاع بالأوقات. في ضغوطات ومسؤوليات وحوارات ومشكلات ما أقولكش، هقول لكم عليها بعد شوية. بس برضه في حتة عاطفية منورة. كمان الشمس وجودها في الحمل بتضغط على العاطفة حبتين، بتخليكم أحيانا متسرعين، وده بيعمل لكم مشاكل عاطفية. بس برضو عندكم الطاقة والقدرة والإمكانية. الطاقة العاطفية مهمة جدا، استغلوها بس سيطروا عليها. هنا بقى انتوا وشطارتكم. نيجي بقى ونقول ان عندنا طبعا الزهرة في برج الثور ليوم 11، وعطارد في الثور اليوم 21 في بيتكم السادس، بيت العمل، بيت الصحة. خلينا نقول ان الفترة دي افضل فترة للامور العملية، للامور الصحية بالاخص لغاية يوم 11. وجود الزهرة يعني ممكن تكسبوا مال عن طريق العمل، تحسنوا الأوضاع العملية، توازنوا مع أموركم الصحية، انفراجات عملية، انفراجات صحية، كله وارد بأمر الله وتبقى مية مية. كان عطارد وجوده في الثور اليوم 21 فرص لتنظيم أعمالكم، ترتيب جدولكم، ترتبوا أولوياتكم الأهم في المهم، تلتزموا بمواعيدكم، ما تسيبوش الدنيا تتراكم عليكم، قادرين على التنظيم، على التواصل مع الزملاء، مع المديرين، مع أي حد تقدروا تناقشوا وتتفاوضوا بشكل كويس. يبقى في اتصال، في واتساب بقى، ايميلات، مكالمات، المهم يبقى في تواصل. برضو قادرين تنظموا اموركم الصحيه بشكل ظريف جدا ليوم 21. نقلق امتى يا عم جوهر؟ من اول يوم 21. هنا عطارد هيبدا يتراجع في برج الثور، الشمس هتروح على برج الثور، معناها ان هيبقى وارد، الله اعلم طبعا، بس في ضغوط وفي مسؤوليات، سواء عمليه، منزليه، دراسيه، ايا كان نوع المسؤوليه. وارد يبقى في ضغوط صحيه، ما هو كتر الضغوطات بتعمل ارهاق واجهاد في اخر 10 ايام في الشهر. الله يكرمكم، خدوا بالكم من اعمالكم، خدوا بالكم من صحتكم، هتبقى الدنيا مش لطيفه شويه. طبعا من يوم 11 الزهرة هيروح على برج الجوزاء، وهنا فرصة بقى للتحالف مع أطراف تانية، لشراكة مالية، لشراكة عملية، لشراكة عاطفية، فرص للزواج تبقى مية مية. عندنا في نفس الوقت فرص تحسين العلاقة الزوجية، لحل الخلافات، لتقريب وجهات النظر، خصوصا العلاقات اللي كانت ضعيفة وبينها مشاكل، فترة للرجوع، لتحسين الأوضاع، حتى المنفصلين والمتطلقين. والنبي فرصة يا حلوين. من الآخر من يوم 11 أي حاجة فيها طرفين لازم تطلعوا منها مستفيدين. والأزواج الحلوين فاهمين، وابقوا نيموا العيال بدري حبتين، اخطفوا لكم ساعتين. طبعا المريخ في برج السرطان، المريخ بيبقى زعلان، بس برضه وجوده في السرطان فيديكوا طاقة جنسية عالية، يديكوا قدرة وإمكانية على اكتشاف أسرار وأخبار تقدروا تاخدوا بيها قرار، تقدروا تتابعوا أمور قانونية، أمور حكومية، أمور قضائية، أمور مالية بينكم انتوا وأطراف تانية. بس طبعا المريخ بيخليكم تتهوروا وتتسرعوا، فخلوا بالكم من شراكاتكم المالية، محدش يشتغلكم، فصلوا، ناقشوا، خدوا بالكم من فلوسكم، احذروا الخلافات بسبب الفلوس اللي غيرت النفوس. بلاش تهور في كلام أو تصرفات ترجعوا تندموا عليها. زحل في برج الحوت مكعبل الامور العائليه حبتين، مشاكل من فتره للتانيه، ضغوطات منزليه، مشتريات، اصلاحات، توضيبات، صيانات، ضغوطات، مسؤوليات عائليه ومنزليه، فلازم نركز ونحضر الخلافات العائليه.
طبعا بلوتو في برج الدلو يعني وارد يبقى فيه مشاوير تغير لكم اوضاعكم، تروحوا المشوار تطلعوا منه بنتيجه ايجابيه، يجي لكم اتصال تقدروا تطلعوا منه بنتيجه ايجابيه. وارد يبقى فيه تغيير في قدراتكم وامكانياتكم في التفاوض، في النقاش، في الاتفاق، وده يوصلكم لامور انتوا عايزينها. فاستغلوا الفتره، التغيير بامر الله وارد الحدوث بشكل كبير، وبامر الله يا قوس يا خطير الشهر كله على بعضه يكون سعيد، ومن عمه جوهر تستفيد. والله أعلم.